فنانة كبيرة عقيلة راتب، كانت في استوديو الأهرام وكانت بتعمل عمل، وكان فاضل لها 4 مشاهد في تصوير الفيلم ده، فكانت نازلة زي الفل. اتصلوا العاملين وجهاز الفريق اللي هو اللي عمل في التمثيل، واتصلوا بحفيدتها جيني، فبتقول انا اتخضيت ولقيتهم بيكلموني احضري حالا جدتك عاوزاكي. بتقول نزلت على ملوشي، فبتقول لما رحت الاستوديو المنحوس اللي هو استوديو الاهرام، رحت هناك لقيت جدتي بتقول انا مش شايفه الا سواد، مش شايفه الا سواد، انا مش شايفه حاجه، انا مش شايفه غير سواد. فجدتي قلت اخدها وعلى ان انا اوديها المستشفى اشوف ايه الموضوع، فيه ايه، حصل ايه. فبتقول عفوا، جدتي اصرت ان هي مش عايزه تروح المستشفى الا لما لازم تكمل ال4 مشاهد التصوير دول، وبالفعل كملت العمل وكملت المشاهد ولا كأن كان فيها حاجه، وكانت كأنها طبيعيه جدا جدا، وهي اصرت على استكمال العمل. وبتقول خدت جدتي ورحت بيها على المستشفى. فلما رحت المستشفى والدكتور قال ان تشخيص ان العصب الرئيسي بتاعها مات. فحاولنا مرارا وتكرارا، فالدكتور قال لها خلاص ما ينفعش، ايه العصب المسؤول عن رؤية اللي هي انها تشوف ايه مات، بما معنى انها بقت ضريرة ما بقت شايفة. بتقول ابتدينا، ما كانتش جدتي تسليتها الوحيدة كان الراديو والتلفزيون، فبتقول لدرجة ان هي اتعودت ان هي ازاي تفتح الراديو والتلفزيون لوحدها علشان تعتمد على نفسها.